المهاجم الكبير سواريز بوسكيت ينادي الهلال، كرة أمامية، محاولة هجومية، تغطية وبعد ذلك إبعاد وعودة بعد ذلك في وسط الميدان، لمسة محاولة من هيلومسيا، لازلنا انتظار الهدف الأول، متر انتظار طويلة إلى الأمام، تغطية من جانب الدفاع خطيرة، لمسة إلى رياض تاب المرمى والحظ بكرة وفرصة يا إلهي. لحضر خصيب ولو كان يتسع ل70 لحضر ال70. هذا انطلاقه في هذا المكان خطيره، فرصه للامام، لكن لدينا حاله تسلل. قدي البريك، سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، عبد الاله المالكي، كانه الدوسري، صالح الشهري، كل هذه الغيابات ومع ذلك نشاهد الهلال خطير خطير. الله الله، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. اول هدف في المملكة ارينا عن طريق المدمر متروفيتش، المدمر يسجل الافتتاحية، يسجل الاحتفالية، يكون في الموعد ويسجل الهدف الاول في المملكة ارينا، مملكة الهلال. الله الله على الاستلام، الله على النهاية، الله على النظرة وعلى النهاية. هذا المدمر الجديد طبعا، والهلال من مدمر الى مدمر اخر. ذهب جوميز وجاء مدمر اخر، شارع على خطأ خطير. الله، وكرة تصل. الهلالية يطالبون بضربة جزاء، والبرازيلية تقول ماذا؟ تقول ماذا؟ تتحدث طبعا. هذه النقطة هنا كان تدخل على مالكوم، وبعد ذلك ما الذي حدث؟ لكن عينك بالمناسبة فيك تشوف المباراة واضحة كاملة. بذلك يذهب ربما لهدف آخر. المحاولة، الله، هكذا تكون الاحتفالية في الملعب الجديد يا هلال، هكذا تكون الاحتفالية في مملكة أرينا في ملعب الهلال الجديد يا عبد الله الحمدان. هدف ثاني للهلال، هدف هلالي ثاني، وهكذا يحتفل الهلاليين بملعبهم الجديد بلوحتهم الجديدة. الله على الكرة الماضية واللمسة الذكية الحلوة من جانب عبد الله الحمدان، يكون هدف ثاني للهلال. الله للأمام، خطيرة في هذا المكان، فرصة تضيع من سواريز. لكن يا لها من مباراة ويا لها من أجواء. والسيدة أدينا ألفيتش البرازيلية، هذه اللقطة في هذا المكان. سواريز بالعادة ما يحاول الآن، والكرة تبعد من القيان، التسديدة قوية خطيرة. الله فرصة للأمام، لكن أجواء خيالية بالمناسبة. أتكلم عن 25 دقيقة، أتكلم عن البيت الجديد، أتكلم عن التحفة الفنية المذهلة جدا، مذهلة. أنا أعتقد أن محمد عبده طبعا شيء. الله على الاستلام، الله، لكن الاستلام حكاية، الاستلام يا من شيئين حكاية في الكرة الماضية. وكالندر الحارس اترك كالندر، شوف الاستلام، هذا الاستلام بهذه الصورة اضربها في افضل حالاتها عندما تكون الكرة عند شاغل الدنيا واهلها، عند ليونيل ميسي. جميلة تنقل للامام، هذه فرصة للامام، وهدف، لكن الهدف يلغى، والغضب كبير جدا من جانب سواريز. احتجاج ايضا من جانب سيرجيو بوسكيتس في هذه اللحظات. ولاحظ هنا طبعا هذه اللقطة كان متسللا. الجمهور طبعا يتفاعل مع الشاشة العملاقة، يتفاعلون مع الشاشة العملاقة. وجيراردو هنا وكأنه يقول مارتينو أنه لا تسلل في الكرة الماضية. طبعا وضع طبيعي أن يقول ذلك، لكن السيدة اللي معنا في الصورة البرازيلية
التي نقشت في الصخر. يعني حياتها صعبة جدا بالمناسبة. أنا قلت إن هذه السيدة عاشت سنوات طويلة من الكفاح وأمضى جزءا كبيرا من شبابها وهي تملأ أكياس من التربة في أحد المشاتل لدفع تكاليف دراستها. كانت متخصصة في التربية البدنية. هذا ليونيل ميسي، هذا شاغل الدنيا وأهلها. ولذلك يوم الخميس القادم 1 من فبراير نحن على موعد مع الرقصة الأخيرة. الرقصة الأخيرة. ربما أقول ربما أن آخر لقاء يجمع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في كرة القدم ربما يكون في هذا الملعب في المملكة أرينا. السيدة إدينا ألفيش دخلت التاريخ كما ذكرت، أول امرأة تدير مباراة رجالية في كأس العالم للأندية 2021 في الدوحة في مباراة التحيل ونادي أولزان هيونداي الكوري في مباراة المركزين الثالث والرابع، وكانت أيضا حكم رابع في تلك البطولة مباراة بايرن ميونخ بالمناسبة أمام الأهلي المصري التي طبعا هذه إذا كان من لمس لاعب الهلال فالهدف سيحتسب بالمناسبة. إذا كان هو يتحدث هكذا لويس سواريز يقول لست من لمس الكرة أو لاعب لا هنا ما بين طبعا بتروفيتش بينما لويس سواريز أكثر من أهدى ميسي أهداف في تاريخ كرة القدم. 48 هدف سجلها ميسي كانت بلمسة أخيرة من جانب هذا النجم الكبير. وعلى ذكر الأرجنتين أديب الأرجنتين الكبير جدا خورخي بورخوس قال مرة ماذا ننتظر من شعب يبدأ يومه بلعب الطاولة وينهيه بلعب كرة القدم. هدف الهدف يحتسب وسواريز احتجاجه كان في مكانه لأن الهدف يحتسب نعم، وبالتالي نادي انتر ميامي يقلص الفارق. هذه كرة من جانب بتروفيتش بالخطأ وصل الآن ونقلت للأمام وخطيرة. الله لكن يلغى الهدف. والله انا رايي ان ميسي ما تلغي له اهداف. طبعا ما يجوز لكن شوف هذه هل كان التسلل موجود هنا؟ طبعا هذه بعد ذلك وميسي تابعها ولدينا حالة تسلل على سواريز بالمناسبة على سواريز. ميسي يبتسم بعد ذلك الهدف يلغى. شوف الهلال سجل بينية خطيرة الحمدان بكرة عرضية وبالراس يا ميشيل الثالث